لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز والنسخة طلبت منك تحديث، فأنا جايب لك تحديث لواتساب جي بي. تمام. وبرضو لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بربط الجهاز وربط الجهاز ده وانت رابطها طلبت منك تحديث، فأنا برضو جايب لك تحديث واتساب جي بي. تمام. لأني أنا دخلت على الكومنتات امبارح، أنا بقالي كام يوم ما بدخلش على القناة، فدخلت على الكومنتات لقيت ناس كتير بعتالي واتساب ام اي طلب تحديث، واتساب اي بي طلب تحديث، واتساب جي بي طلب تحديث، واتساب عمر العنابي طلب تحديث، واتساب عمر الذهبي طلب تحديث. وبرضه لو واتساب ار سي طلب التحديث او واتساب الدلتا طلب التحديث او اي نسخ من النسخه اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا وهي النسخه طلبت منك تحديث، تقدر تحدثها بواتساب جي بي. تمام. طيب، كل اللي انا عايزه منك تمسك الموبايل بتاعك، ولو انت لسه جديد معانا او حذفت تطبيق زد ارشيف اللي هو الخاص بفك الضغط، هتدخل على المتجر بلاي وهتيجي في البحث هنا وهتبدا تكتب تطبيق زد ارشيف، هيبدا يظهر معاك بالشكل كده. ابدا ثبته على الجهاز عشان هنحتاجه في فك الضغط. بعد كده عايزك تدخل على التليجرام. تمام. على قناتنا على التليجرام، رابط قناة التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. تمام. هتيجي هنا تحديث واتساب جي بي بدون ربط، هنبدأ نضغط عليه. هنا يظهر معاك ايقونتين لتطبيق زد ارشيف، هنختار الصف الاخير خالص، اول واحده اللي هي معمول عليها زد ارشيف باللغه الانجليزيه، هنختار زد ارشيف اللي هي مكتوب عليها باللغه الانجليزيه، ما نختارش اللي فيها انجليزي وعربي عشان اقول لك الارشيف تالف. هنختار زد ارشيف اللي هي باللغه الانجليزيه فقط، اللي هي موجوده في الصف الاخير واول واحده على اليمين هنضغط عليها. هنا تحديث واتساب جي بي بدون ربط هنضغط عليه. هنا 2 اندرسكور جي بي واتساب عبد الله هنبدا نضغط عليه. هنقول له تثبيت. هنا بيطلب مني كلمه المرور. كلمه المرور انا هقولها لك على جزئين، هقول لك جزء دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو. اول جزء من كلمه المرور 33، اول جزء من كلمه المرور هيكون 33. تاني جزء بقى من كلمه المرور هقوله لك في نهايه الفيديو. طبعا بعد ما انا كتبت كلمه المرور كامله اقول حسنا، هيبدا يستخرج معايا زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده اختار اداه تثبيت الحزم. هنا جي بي واتساب، هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ اقول له حدث التطبيق ده فعلا زي ما انتم شايفين اهو يا شباب. هقول له تم. هخرج خالص، هروح على النسخه بتاعت جي بي اهي، جي بي واتساب، هضغط عليها. هنا طبعا لو انت عايز تضيف اكتر من حساب، هنا طبعا لو انت عايز تعمل وضع الطيران، هنا طبعا لو انت عايز تعمل وضع الفاتح او الداكن او الليلي ايا كان. تمام. هنا طبعا لو انت عايز تفعل وضع الشبح. هنا طبعا لو انت حابب تشغل الكاميرا عادي مفيش اي مشكلة. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب تحديث جي بي واتساب. تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب، لو ضغطت كده ابدا ادخلك على قناتي على اليوتيوب تشوف الفيديوهات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب والفيديوهات اللي بتتكلم عن تحديث في الواتساب. هنرجع كده، هنرجع تاني، هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب تحديث جي بي واتساب، هنختار تحديث من قناه التليجرام. لو ضغطت كده هيبدا يدخلك على قناتي على التليجرام، قناه لازم انجح على التليجرام. هنبدا نرجع كده، هنرجع كده تاني. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب اضافات جي بي، افضل تطبيقات معدله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو ضغطت عليها كده هتبدا تضغط على اي ايقونه من دول يدخلك على قناتي على اليوتيوب وقناتي على التليجرام. هنرجع كده. الحمايه والخصوصيه، هنا طبعا لو انت عاوز تفعل اخفاء اخر ظهور او تجاوز المشاهده المره الواحده، اخفاء ان الرساله محوله، اخفاء عدد الرسائل من يستطيع الاتصال بها، الخصوصيه، اخفاء خيار الخصوصيه، اخفاء خيار التحديث، اخفاء القنوات. تمام. تفعيل ستايل الحالات الجديده، اخفاء مشاهده الحالات، منع حذف الحالات، اخفاء زر اعاده نشر الحالات، اخفاء زر تحميل الحالات لو انت عايز تفعل، منع حذف الرسائل ذات الاختفاء، اظهار رسائل معدله، منع حذف الرسائل. تمام. حذف لدى الجميع، اظهار التاريخ والرسائل والحالات المحذوفه، الدردشات التي لم يتم قراءتها، اظهار صحيح الازرق فقط بعض الرد. زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات. هنرجع كده خطوه، هنجيب الثيمات، هنقول تحميل ثيمات. هنا طبعا عندك 4032 ثيم، تقدر تختار اي ثيم من الثيمات اللي انت شايفها قدامك ديت بالشكل ده كده اهوت. تمام اهو زي ما انتم شايفين دي كلها ثيمات اهي. ممكن اختار الثيم ده كده، اضغط عليه واقول له حسنا، هيبدا يتطبق معايا عادي في النسخه زي ما انتم شايفين اهو. تمام. هضغط على الثلاث نقاط وهجيب اضافات جي بي. بعد كده هضغط على الاعدادات العامه.
هنا ستايل الشكل اضغط عليه. هنا تغيير نوع الايموجي، لو انت عايز تغير نوع الايموجي تخليه واتساب عادي او اي او اس او اي حاجه من الحاجات دي عادي، مفيش اي مشكله. ممكن نخليه اي او اس عادي. تغيير ايقونه التطبيق، لو ضغطت عليها تبدا تغير ايقونه التطبيق عادي، مفيش اي مشكله. هنا تغيير ايقونه الاشعارات، تقدر تغير ايقونه الاشعارات برضو عادي، مفيش اي مشكله. هنرجع كده، هنرجع تاني، ونجيب الشاشة الرئيسية، نختار البار العلوي، ستايل بار التنقل. تمام. عايزك تركز في الدردشات والمجموعات والتحديثات والمكالمات والمجتمع، تبدأ تغير بينهم عادي اهوت. ركز كده هتلاقيها بتتغير. نعمل كده هتلاقيها بتتغير معايا اهي، خليناها اي او اس شبيه الايفون اهوت. نختار كده، لو انا عايز اخليها تطلع لفوق اخليها تطلع لفوق بالشكل ده كده. اضغط هنا ممكن اخليها كده يبقى بالشكل ده. تمام. هنا طبعا وضع اسمي تمام. لو انت قفلت الخيار ده هتلاقي جي بي واتساب، جي بي واتساب. طب لو انا عايز احط اسمي اللي انا كاتبه على الواتساب افعل الزرار ده، هنا عبد الله الباشا. تمام. زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات اهيت، مميزات جميله جدا جدا. وتقدر انت بقى تستخدمها. هنا اظهار ايقونه الكاميرا لو انت عايزها تظهر، ووضع الشبح لو انت عايزها تظهر او تخفيها عادي، مفيش اي مشكله. اي حاجه انت عايز تظهرها من هنا او تخفيها مفيش اي مشكله، تقدر تظهرها وتخفيها. تمام. هنرجع كده خطوه، هندخل على الحاله. هنا طبعا اهو ستايل القصص، تفعيل ستايل ستوري مثل انستجرام، دي كلها هي حاجات خاصة بالحالة. تقدر تظبط الدنيا عادي، مفيش أي مشكلة. هنا زيادة حجم الحالة، يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعة بدل من 30 ثانية. تقدر تحط الحالة بتاعتك، لو الفيديو ساعة تقدر تحطه تمام بدل من 30 ثانية، بس لازم تفعل الخيار ده. لو مقفول عندك هتحطها 30 ثانية. فعلته كده وفتحته تمام وفعلته، هيبدأ تحط الفيديو بتاعك دقيقة، دقيقتين، 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. فمفيش أي مشكلة، ولكن مش شغالة مع كل الناس. تمام. هنرجع كده خطوة، هنرجع كده خطوة تاني زي ما انتم شايفين اهو. هنيجي هنا طبعا عند التحديثات، نضغط على التحديثات. هنا بحث عن تحديث جديد هنضغط عليه. نعم، اصدارك الحالي محدث بالفعل. سجل التغيرات هنضغط عليها زي ما انتم شايفين اهوت. ما الجديد في 21.80. تاريخ التحديث 25/3/2025، يعني التحديث ده لسه عاملينه النهارده 25/3. تمام. دي بقى الجديد: تفعيل إضافة مقاطع صوتية للوساط عند إرسال الحالة، إصلاح إخفاء قراءة المزيد في المحادثات، إصلاح مشكلة انهيار عند المشاركة من قنوات من قنوات إلى الدردشات، تم تحسين حماية ضد الحظر، تم تحسين ربط الأجهزة، يعني تقدر تربط بالنسخة دي كمان. مزيد إصلاحات وتحسينات أخرى زي ما أنتم شايفين. تمام. هنا طبعا تحميل النسخة لو انت حابب تحملها او تنزلها من قناتنا على التليجرام. هنبدأ نرجع كده، هنرجع كده تاني، هنرجع كده تاني. هنيجي عند حول التطبيق نضغط عليه. هنا طبعا تم التعديل بواسطة عبد الله الباشا، عرض الموقع الإلكتروني عبد الله الباشا تليجرام. نضغط على رسالة الشكر. تمام. هنا هو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عبد الله الباشا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعديل عبد الله الباشا. تابعونا على اليوتيوب والتليجرام. لو ضغطت على فولو تليجرام هيبدأ يدخلك على قناتنا على التليجرام. ولو ضغطت على سبسكرايب تو يوتيوب، لو ضغطت كده بدأ يدخلك على قناتنا على اليوتيوب، مفيش أي مشكلة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تمام. زي ما انتم شايفين النسخة جميلة، جي بي واتساب في 21.80. النسخة جميلة جدا جدا. زي ما قلت لك كده تقدر تحدث بالنسخة عادي، مفيش أي مشكلة. لو أنت فاتح أي نسخة وطلب التحديث تقدر تحدثها بجي بي عادي، مفيش أي مشكلة. تمام. طبعا آخر جزء من الباسورد هيكون 83. آخر جزء من الباسورد هيكون 83. لو ما سمعتش الجزء الأول كام، رجع الفيديو للأول خالص واتفرج على الفيديو من الأول لحد ما تعرف الجزء الأولاني كام. بعد ما تعرف الجزء الأول كام في النسخة تمام، هتيجي عند الجزء الثاني والأخير وهو 83. أتمنى أكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.